بعض المعارضة المغربية كانوا قادة لجيش التحرير المغربي ويعرفون مسبقا الصحراويين، ولربما حلموا للقيام بنفس الشيء مع أبنائهم مع أحفادهم، وبالتالي تكرار نفس قصة جيش التحرير بالجنوب، إنشاء موقع في الجنوب ضد الإسبان، بينما كل ذلك كان مجرد مزايدات سياسية على النظام، ولربما خلق الظروف مسبقا تزامنا مع الوقت الذي بدأنا نحن فيه. كانت لديهم أسلحة، وجزء من المعارضة المغربية هي التي أدخلتها عبر الحدود الجزائرية، والذين بدأوا في 3 من مارس إذ تم إلقاء القبض على بعضهم، وكانوا معروفين لدى المحاكم وهلم جرا. وبالتالي كانت هناك خطط متكاملة لديهم لزعزعة الاستقرار واستخدام كل ما هو متوفر هناك. وانتهى بنا الأمر إلى وجود انطباع بأن هذه المعارضة أرادت ببساطة استخدام كل ما من شأنه إضافة المزيد إلى تمايزنا حتى وقعنا في الفخ كل منا على حدة. وهذه القومية العربية جعلتنا ننزلق من كوننا مواطنين لبلد يريد استعادة جزء من أرضه، وبكل بساطة إلى ثوريين مثاليين قوميين لعموم العروبة، والتي لم تكن ذات جدوائية للتطبيق بشكل عملي. مظاهرات والتي لم يشهدها الجنوب المغربي قط. أول مظاهرة كنت من ضمن أوائل من صاغ الأحرف الأولى لأغنية تلك اللافتات. ذهبت إلى طرفايا، استغرق مني ذلك عدة أيام لأن الطريق لم تكن معبدة بعد، وكنت في سيارة حكومية تابعة للعمالة تحمل صناديق الاقتراع وأوراق التصويت. كان هناك استفتاء أتذكر جيدا، ولم يكن يعرف الشخص الذي يتنقل معه، هو على دراية باتصال العائلي لكنه لم يكن على دراية بهدفي. لم يكونوا يعرفون أن هدفي كان وضع منشورات على الحدود ضد الاستعمار الإسباني، تضامنا مع شعبنا الذي تمت مواجهته بالقمع والسجون. بالعودة إلى طنطان وجدت أن الولي وآخرين تم اعتقالهم من قبل قائد طنطان. وهكذا في المساء نفسه قمنا بتنظيم أول مظاهرة مطالبين إطلاق سراحهم. إذن لا أحد تحدث عن تلك المظاهرة، تحدث فقط عن مظاهرة المطالبة بتحرير الصحراء، بينما واقع الحال بدأنا بالمطالبة بتحرير رفاقنا، وكل ما حدث هناك من فاعلية هو لأجل الصحراء فقط. لكون السلطات لم تكن راغبة في خلق مشاكل مع الآخرين والإسبان، لم يريدوا مواجهة وضعية مشابهة لجيش التحرير بخلق نزاع مسلح على الحدود بين المغرب والاحتلال الإسباني، فالدولة المغربية ليست جاهزة بعد لتقبل مثل هكذا وضع، غير أنها وضعت على المحك. فمع عنفوان الشباب الغير صبور والواقع تحت تأثير المعارضة المغربية، ولربما حتى تحت تأثير سوء نية ما لبلد المجاور. وإذا كانت نتيجة هذه التظاهرة أن الشباب ألف المظاهرة، وكل ما فعلوه بكل بساطة هو القيام بأخرى أكبر. بعد إطلاق سراح الحاكم قاموا أيضا بمظاهرة أكبر، غير أن هذه المرة تميزت بشعارات سياسية واضحة المعالم: نريد تحرير الصحراء، نحن جنود الحسن الثاني لتحرير الأراضي المغربية، أعطونا الأسلحة لتحرير بقية أراضينا. غير أن السلطات لم تنظر للأمر من هذه الزاوية، بل قاموا بقمع المظاهرات واعتقالنا وإرسالنا للتعذيب. وبعد تدخل من شيوخ القبائل إلى آخره تم إطلاق سراحنا، بعد أن جعل الولي يتعهد بالتزامه أن لا يعود لتكرار الأمر مرة أخرى، غير أن الولي كان قد قرر المغادرة وبصفة نهائية. كانت هناك لقاءات حتى مع الحكومة المغربية، انتهت باللقاء بنا، ولم أكن ضمن الوفد الذي التقى بإدريس البصري، والذي كان في تلك المرحلة مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية، والذي استمع لشكوى هذه الحركة لهؤلاء الشباب. وكان جوابه كالتالي: بكون المغرب لا يريد أن يعيد تجربة جيش التحرير لتلك الحقبة، لأن جيش التحرير اتخذ أبعادا ضد النظام، ولكونها ستخلق توترا مسلحا، والمغرب ليس مستعدا الآن لذلك، غير أن المغرب سينتهج كل الأساليب الدبلوماسية بغية استرجاع أراضيه تماما كما فعل بخصوص طنطان وطرفايا، وهذا مثال حي. لكن إذا لم ينجح المغرب في تحقيق الهدف، فسيحمل كل المغاربة السلاح لتحرير صحرائهم عندما يحين الوقت لذلك، تماما كما فعل لاحقا بإعلانه للمسيرة الخضراء، فقط وبغية فهم الأحداث تلك، في كون ذلك كان كله لم يقنع شبابا غير صبور
لا يطيق الانتظار ولا يمتلكون أي ثقة بأن هناك إرادة للسلطات في تلك المرحلة من كونها حقا تريد تحرير الصحراء. وكانت القطيعة بادئ ذي بدء. هناك حركة أمورحو، وهي حركة يقول البعض أن وجودها هو تكتيك من قبل أفقير، إذ تقوم بإحالة الناس إلى الجزائر ليتم إيقاعهم في الفخ والتحقيق في نواياهم. والذي كان بالصحافة أعطى للشباب الصحراوي فكرة إمكانية القيام بحركة بغية تحرير الصحراء. كان التوتر الدبلوماسي شديدا حول هذا الموضوع، ووسائط الإعلام التي حدث أنها أيقظت الكثير بما فيهم السكان أنفسهم بعدها أقامت المعارضة المغربية اتصالات بين هؤلاء الشباب والدول الأجنبية. أعتقد أنه بمشاركة كل من الجزائر وليبيا اللذان وعدا هذه الحركة أنهما إذا ما أظهرت الحركة قدرتها على محاربة الإسبان فإنهما سيتبنونها ويساعدونها حتى بدون إرادة المغرب. لا أريد أن أذهب إلى حد القول إن هذه المظاهرات كانت استفزازا للسلطات المغربية والتي تزامنت مع اعتقالاته، ولا أريد أن أذهب إلى حد القول إن هذه المظاهرات كانت استفزازا للسلطات المغربية لتبرير حرية التصرف التي تم اتخاذها في وقت لاحق. لا أستطيع أن أذهب إلى هذا الحد، غير أنه على أي حال كانت الأحداث على هذا النحو. كانت هذه التظاهرات الواقعة في المدينة مجرد إثبات أن السلطات المغربية تمنعهم، مما أعطى مبررا للولي ليقول وليعطي موعدا لتكوين حركة في شمال موريتانيا. وأنا ذهبت إلى بئر مقرين وإذا منها إلى الزويلات رفقة شخصين. ولكن وهذا مثير، انضم إلينا وللمرة الأولى عناصر من الصحراء الجزائرية مقرهم بتندوف، وفي بعض الحالات كانوا جنودا جزائريين. والعدوى التي بالولي والتي لم تكن فقط ميوله لهذه القومية العربية، بل هناك أيضا في البيان الأول من تأسيس البوليساريو كان هناك بند يقول يخول للثورة الجزائرية التعاون في المرحلة الانتقالية. لم يكن بوسعنا الفهم أبدا. هناك كان الصراع الداخلي على أشده على أن الجزائريين يساعدوننا دون أن تكون الحاجة لعرضه بهذه الطريقة. التعاون مع الثورة الجزائرية في فترة انتقالية، وفي البيان الأول أبلغ سر بقي مع الولي حول ماهية وخلفية هذه المادة. أما البعض من بقية المناضلين لم يفهموا شيئا على الإطلاق. ولكي أقول لكم إذن إنه يخبرنا بأننا نجتمع في شمال موريتانيا بصدد وضع القانون الأساسي، وأهنئكم بتأسيس هذه الحركة وباللغة العربية. فمن الواضح أن جبهة البوليساريو، وهي المختصر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، لم تكن لها أي ارتباط أو صلة بكلمة الصحراء على الإطلاق، لأن كلمة الصحراء كانت بالنسبة لنا مبهمة وكلمة استعمارية. ثم كان هناك صحراء في كل مكان في المغرب، صحراء في الجزائر، صحراء في موريتانيا، وهناك صحراء في كل مكان. علاوة على ذلك تم الحفاظ على هذا الارتباك والإبقاء عليه لاحقا، لأنه ضمن البوليساريو الحالية تجد الثلث الذي هو في الأصل لموريتانيا، الثلث للجزائر، والثلث فقط الذين جاءوا من الصحراء في المغرب من وادنون. ولذلك كنا دقيقين منذ البداية في اختيار الاسم. نريد تحرير الساقية الحمراء والذهب إقليم مع اسمه الحقيقي وضمن حدود محددة وبشكل متقن. جاء اسم الصحراء هذا ليربك وبحق كل شيء. لذا قررنا إصدار نشرات صحفية وإعطائها للدول المجاورة في المغرب. هو الذي أحضر القرار الأول لتأسيس البوليساريو لمقر السفارة المغربية في نواكشوط، والسفير بدوره رفض استلام ذاك القرار. والهجوم الأول ضد الإسبان بدأ في 20 ماي، إذ غنمنا أسلحة كانت لدى جنود هم من أصول صحراوية، وكانت البداية هكذا. لذا جاءت الأسلحة الأولى من ليبيا، إذ أرسلت لنا أسلحة من خلال سفارتها في نواكشوط، والمال للولي والمناضلين الآخرين لا يدرون ما كان يقوم به الولي بالمال وغيره مع القذافي. منذ تلك المرحلة أحسسنا بمدى الصراع بين ليبيا والجزائر، من سيساند أكثر
حركة من الشباب المتأثرين بالمعارضة المغربية في الجامعات اتصلت بالأشخاص الذين قمعهم الإسبان في 17 من يونيو أنهم أنشأوا حركة والتي تم تقديمها إلى ليبيا والجزائر من قبل المعارضة المغربية، ثم بعد ذلك شقوا طريقهم الخاص بهم من العروبة كبداية، ولكن بعد ذلك الجزائر لكونها هي المساندة مباشرة والواجهة لتلك الحدود التي تفرض مباشرة رؤيتها كواجهة لتلك الحدود التي كان فيها الاستعمار. إذا البوليساريو لن تكون بعد الآن عرابة للعروبة ولا مغربية وحدوية ولا قومية عربية، ستصبح بمعنى لأجل احترام واقع الحدود الموروثة عن الاستعمار، ويجب على المغرب أن لا يسعى لتغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار. وبهذا فلن يستطيع المغرب أبدا استرجاع لا طنجة، لا الناظور، لا الحسيمة، لا إفني ولا طنطا. إذن المغرب تحت تأثير الكثير من الحماية والاحتلال، وبالتالي فنظرتنا للجزائر هي التي انتهى بها المطاف بكلمة الأخيرة. ولكن لكي أقول لكم أن إحساسنا ومنذ البداية لا يسعى هذا الانجراف لحركة مناهضة للاستعمار حقا إلى الانفصال، مستخدمة في ذلك الدول المجاورة وداخل الحرب الباردة بين الدول التقدمية والحديثة. ولاحقا شعرنا بالتواطؤ بين الجزائر وإسبانيا، واللتان بدأتا بتضخيم هيجان وتدفق السكان المحليين للقول بأنهم يستحقون تقرير المصير وأيضا الاستقلال. بدأت الجزائر في القيام بذلك من خلال وسائلها الخاصة ومن قبل البوليساريو، وحيث كانت هناك زيارة لبعثة الأمم المتحدة قدمت الصحراويون من تندوف كما ولو أنهم تحت مسمى صحراويين من الصحراء الغربية. هذا هو الارتباك. ولكن على الجانب الآخر بدأت إسبانيا تفعل الشيء نفسه. لقد أسست حزبا سياسيا، تخيلوا، فرانكو الدكتاتور فرانكو يوافق على اتخاذ قرار الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء. نظموا الإحصاء وأسسوا حزبا سياسيا عرف باسم البونس، الحزب الوطني للاتحاد الصحراوي، بالإضافة إلى التجمع الذي يمثل فك الرموز المحلية المنتخبة، في حين أنه في إسبانيا لا يقبل أن الناس ينتخبون وهم ليست لهم أصلا تعددية حزبية. لذا فإننا سواء قلنا ما يسمى بالجمعية الدومية أو التمثيلية القبلية، هذا حزب سياسي، وهذا الحزب السياسي تم إرساله للحوار مع البوليساريو في موريتانيا. لا ينكشف عن التواطؤ الجزائري، لكن في واقع الحال الجزائر كانت وراء كل هذا. وبينما كنت أنا وبعض أصدقائي كنا ضد تلك السياسة والتي كنا نديرها ودون إرادة منا، لم نفهم تلك الاتصالات مع الإسبان، مع الحزب، مع الدمية التي تم صنعها إلى آخره. كان علينا وضع حد لنشاطنا. لقد دعيت لحضور اجتماع للجنة التنفيذية المكونة من 7 أشخاص، ولكن هذه المرة على الأراضي الجزائرية. بما أنني كنت قد رحلت من الأراضي الجزائرية لقد رفضت، ففعلوا كل شيء لإعطاء الضمانات بأن أتمكن من الذهاب إلى جنوب الجزائر. وصلت إلى هناك وقد وقع بالضبط ما كنت أشك بشأنه، وها هو قد جاء. لقد قاموا بتسليح شباب كما يفترض أن يفهم على أنه انتفاضة داخل جبهة البوليساريو أيضا للجزائر، والذين استوقفوني على الطريق إلى اتجاه مكان الاجتماع والمخطط له جيدا من قبل أولئك الذين يعملون مع الجزائر. لقد تم توقيفنا بكل بساطة، لقد تم اختطافنا في 74، والهدف كان هو تصفيتنا إذا لم نقبل تتبع المسار المخطط بشكل خاص الذي يتبعه المتحدث باسم الولي والذي كان ينفذ سياسة الجزائر. وأصدقائي تنازل التسوية، وهذا الاعتقال انتهى
الأمر إلى أن أصبح المفاوض في فيلا النصر بجوار متحف باردو في الشارع الرئيسي في الجزائر العاصمة مع مدير الشؤون الإفريقية في وزارة الشؤون الخارجية. ولمن؟ لإسبانيا. أنا أتفاوض مع الإسبان وتحت حماية الجزائريين، والجزائريين يدفعون لكي نتمكن من أن نقبل. ماذا؟ التسوية. وما هي؟ نطلق سراح الضباط الإسبانيين ونقبل بجمعية الشيوخ والبونس كحزب جديد وجبهة البوليساريو كقوة سياسية ثالثة. كل هذا لإعداد استقلال الصحراء تحت اللافتة الإسبانية. نحن لم نفهم وبالكاد أجبرت على الاعتراف بها. إذن أدركت أن هناك محورا بين مدريد والجزائر يسلط الضوء على الحزب السياسي والجمعية، واللذان هم على مقربة من إسبانيا، البوليساريو القريبة من الجزائر، والتي يبدو أنهم اتفقوا على أنهم تجمعوا على الأرض ليعلنوا أنهم سيجسدون الوحدة الوطنية التي هي ضد المغرب والتي لم تعد ضد الإسبان. هنا تكمن المفاجأة. الجزائر دائما تلعب لعبة موريتانيا ضد المغرب، إلى جانب أن الرئيس الموريتاني يمضي نصف السنة بالجزائر العاصمة. أقاموا العملة الموريتانية الوقية، ساعدوا موريتانيا على تأميم الحديد، بدأوا بإعداد الجيش الموريتاني، بدأوا دعم وضعية موريتانيا. شريطة أن تعلن موريتانيا: أنا موريتانيا أطالب بالصحراء، بمعنى الحيلولة دون ترك المغرب هو الوحيد الذي يطالب بالصحراء. وإسبانيا تتناسب معه من مضاعفة ادعاءات تقسيم دول المنطقة لعرقلة الوضع وجعل المشكلة تدوم فقط. وقد انتهت أخيرا بقبول موريتانيا وموافقتها على اتفاقية مع المغرب يتقاسمان من خلال الإقليم. وهنا تكمن المفاجأة الكبرى للجزائر وإسبانيا، إذ وجدتا نفسيهما أمام معضلة ستنتفخ. بالتالي يتوجب إضافة المزيد على وضعية البوليساريو والسكان المحليون للقول بأن هؤلاء السكان من حقهم العزم لوضع حد وبالشكل الصحيح لهذا الاتفاق المبرم بين هذين البلدين هناك. وبعد ذلك تم الإعلان عن المسيرة الخضراء كما وسبق أن أخبرتنا به الحكومة المغربية في تلك المرحلة عن كيفية للحظة القادمة سيكون كل المغاربة الذين سيحررون الصحراء. وبما أننا كنا نافذي الصبر وشبابا، هذا جعلنا غير قادرين على الفهم، وجاءت المسيرة الخضراء تماما لعكس الموقف. إذن محور مدريد الجزائر، مدريد فرانكو كان قاسيا، والإسبان لا يريدون المغامرة في حرب استعمارية في الوقت الذي كانت هناك مشكلة الرئيس البرتغالي مع مستوطناته والتي جلبت الجيش لتولي السلطة في لشبونة. إذن كان من الضروري إلى انتقال ديمقراطي، والأوروبيون وضعوا كافة الجهود الضرورية لجعل الأحقية برلمانية دستورا جديدا، ولكن كان من الضروري على الإسبان مغادرة الإقليم. وبهذه الوسيلة جعلت من المسيرة الخضراء عملا ناجعا وبشكل جيد من نتائجها رحيل إسبانيا. الجزائريين اعتمدوا على الإسبان للوقوف في وجه المغرب، إسبانيا اعتمدت بدورها على الجزائر في بذل الجهد اللازم لصد المغرب. الجزائر ليست لديها حجة صحيحة من الناحية السياسية للذهاب إلى الحرب ضد المغرب، لأنها ادعت عدم وجود أي مطالب بشأن الإقليم، ولم يعد لديها أي أسلحة أخرى، أوراق أخرى أكثر من تلك التي لدى الصحراويين، فوضعت الحزمة على هذا النحو. ولهذا السبب عمدت إلى تسليح الصحراويين، وخصوصا توجيههم بمهاجمة موريتانيا على افتراض أنها الحلقة الأضعف، وبغية أن تتخلى عن محور الرباط. ولهذا كان موت الولي خلال الهجوم على العاصمة واكشوط بموريتانيا. وبعد وفاته قامت الجزائر بوضع مخطط وبكل بساطة بإحضار شخص غير معروف لكنه مزداد بتندوف بالجزائر وليس مراكش، لديه أوراق ثبوتية بمراكش لأن أبوه كان ضمن
من التحقوا بجيش التحرير على شاكلة كافة أفراد المتواجدين بتندوف والتي كانت مغربية. التحقوا بالجيش المغربي ولهذا تم تواجده بمراكش، غير أنه في الأصل كان ممن تم إحصاؤهم على أنهم من ساكنة تندوف الأصلية. الجزائريين في شهورنا الأولى من تواجدنا هناك تمت دعوته آنذاك للخدمة العسكرية في الجيش الجزائري. تركوا لنا هامشا للحرب ضد المغرب والقيام بالنشاطات السياسية ضد المغرب، لكن كل القرارات الكبرى كانوا هم الذين اتخذوها، وفقدنا وبشكل كامل دفة القيادة لمصيرنا منذ تلك الحقبة. إذا أردت أن ألخص، كنا حركة من الشباب المغربي، وكنا فيما مضى تحت تأثير المعارضة المغربية، وتلك المعارضة المغربية هي التي أدخلتنا إلى الدول الأجنبية، وتلك الدول الأجنبية أنهت بنا المطاف إلى التحول الكامل لمسار كفاحنا.